ايه رأيكم النهاردة نعمل الشيش طاووق بس بتتبيلة مميزة، وهنعمل كمان اسياخ اللحمة. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجه بعملها بجيب صدور فراخ بقطعها قطع صغيره وبغسلها بالميه والخل والليمون، ودي عندي شرايح اللحمه. كل اللي انا بعمله ان انا بجيب الفراخ الصدور، بعد غسلها بالميه والخل والليمون والملح بضيف عليها برضو عصير ليمون تاني بعد تصفيتها، لان الليمون بيديها مذاق حلو. وبضيف شويه من المستردة وشويه من اللبن، ودي التتبيله اللي انا بعملها الخاصه بيا. وبضيف كمان شويه من البابريكا، وبضيف شويه من الفلفل الاسود وشويه من الكزبره الناشفه. كمان بضيف من عندي بهارات فراخ، ممكن اضيف عندي توم باودر او بصل باودر برضو بضيف، بتدي طعم حلو. وضفت شوية من التوم الفريش، وضفت شوية من الكاتشب وشوية من الكركم، بضيف شوية من الزيت وشوية من الخل. بقلب كل الخليط ده كله بالشوكة بالمنظر ده، وبسيبها في التتبيلة دي نص ساعة كده، بغطيها طبعا في التلاجة. ودي عندي اللحمة ضفت عليها شوية من البهارات بتاعة اللحمة وشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وبضيف شوية من التوم صغيرين. وهنا هضيف بس شوية من الصوص اللي هو الطماطم، وبضيف كمان شوية من الزيت وشوية من الخل. بقلب كل الخليط ده كله مع بعضه، وبسيبها برضو في التتبيلة لمدة نص ساعة. بحضر عندي قطع من البصل، قطع من الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والفلفل الأخضر. أبدأ أحط في قطعة البصل، وبعدين قطعة من اللحمة، وبعدين برضو بحط الفلفل الألوان بين كل قطعة وقطعة. قطعة من الفلفل الألوان الأحمر أو الأصفر أو الأخضر. ودي عندي اللحمة عملتها بالمنظر ده. أنا ببدأ إن أنا أدخلها بين عصايتين عشان تبدأ تستوي بسرعة، وفي نفس الوقت تبقى مفرودة بحيث إن هي ما تبقاش نية أثناء السوى. وبحط في النهاية خالص بحط قطعة من البصل وقطعة من الفلفل الأحمر وقطعة من الفلفل الأخضر، كنوع من إن هي بتمسك قطع اللحمة من إنها تطلع من السيخ، وفي نفس الوقت بتكون قيمة غذائية. وبعد كده بحضر الشواية عندي أو الجريل، وبحط فيها على طول قطع الشيش طاووق بالمنظر ده على الجنبين على نار هادية لحد لما تستوي، وبتطلع في منتهى الجمال. وزي ما انتم شايفين بغسل الجريل عندي وابدا احط اللحمه بالمنظر ده. برضو ببدا ان انا احطها على نار هاديه عشان تستوي. بقلبها طبعا على الجنبين لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل، واطلعها بعد كده زي ما انتم شايفين طالعه في منتهى الجمال ولونها ذهبي. بعد كده بشيلها وبضيفها مع الشيش طاووق في طبق التقديم، وبجملها بالجرجير او بالبقدونس اللي موجود عندي. وزي ما انتم شايفين طالعه في منتهى الجمال. ضفت قطع اللحمه مع الفراخ في الطبق. اقدم معاها طبق السلطه، او شويه من المكرونه المسلوقه لو بنعمل دايت، او مكرونه العاديه ولكن بناخد 4 معالق منها، او الرز اللي هو الرز البسمتي الاصفر. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.